في ترند بيجري بسرعة على السوشيال ميديا، اسم كريم محمود عبد العزيز جنب اسم دينا الشربيني. الناس بتسأل ايه اللي بيحصل؟ هل فعلا في علاقة ولا إشاعة جديدة من إشاعات الترندات اللي بقت كل يوم؟ خلينا نحكي الحكاية من البداية مع خلف الشاشة. كريم محمود عبد العزيز ابن الساحر الكبير محمود عبد العزيز، فنان شاطر وهادي، عمره ما دخل في دوامات الترندات ولا الكلام الفاضي ده. لكن الأيام اللي فاتت انتشر خبر انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، وبعدها على طول بدأ اسم دينا الشربيني يتردد في كل مكان. الناس ربطت وبدأوا يحللوا، أكيد في علاقة، أكيد في مشروع ارتباط، بس الحقيقة مختلفة تماما. كريم بنفسه خرج عن صمته وقال البيوت أسرار ومفيش حد ليه دعوة بحياتي الشخصية، يعني لا تأكيد ولا نفي صريح. أما بقى دينا الشربيني فقررت ترد بالقانون، وقالت إنها مش هتسكت على الإشاعات دي، وهتتحرك ضد أي حد يروج لأخبار كاذبة عنها. خطوة جريئة، خصوصا وهي لسه خارجة من نجاحات فنية كتير. بس هنا بيجي المفاجأة، الاتنين فعلا بيشتغلوا سوا دلوقتي في فيلم جديد اسمه طلقني، وده اللي خلى الناس تخلط بين الشغل والواقع. يعني الترند بدأ من تعاون فني وتحول لقصة حب على السوشيال ميديا. بس السؤال هنا، هل فعلا أي اتنين بيشتغلوا سوا لازم الناس تفترض إن في بينهم علاقة، ولا احنا اللي بقينا ندور على الترند قبل الحقيقة؟ اللي لازم نفهمه إن السوشيال ميديا دلوقتي بقت سلاح ممكن يرفع نجم في لحظة وممكن يهده في ثانية. كلمة أو صورة أو إشاعة صغيرة كفيلة إن هي تقلب حياة أي فنان، وده اللي حصل بالظبط مع كريم ودينا. ناس بدأت تشارك البوستات، ناس تعمل فيديوهات تحليل، وكل واحد بيزود من عنده كلمة أو يحط عنوان صادق عشان المشاهدات. بس في وسط دوشة الترند محدش فكر يسأل هو مين اللي سرب الخبر أصلا، وليه في التوقيت ده؟ هل الهدف كان الشهرة ولا ضرب عملهم الفني الجديد قبل ما ينزل؟ مصادر مقربة من دينا قالت إن اللي سرب الخبر هو شخص من داخل الوسط، وكان عارف بتفاصيل تصوير الفيلم الجديد، ولما لقى الناس بتربط بين الكواليس وبين حياتهم استغل الموقف ونشر إشاعة الارتباط عشان يركب الموجة. لكن اللي الناس نسيته إن دينا وكريم الاتنين بيعيشوا ضغط نفسي كبير، وده طبيعي في شغلانة دايما الجمهور فيها بيبص على حياتك الشخصية أكتر من فنك. واللي أجمل في القصة دي إن الاتنين اختاروا الرد بالعقل مش بالغضب. دينا لجأت للقانون وكريم فضل الصمت، حفاظ على أسرته واحترام لتاريخه. ناس ممكن تشوف ده ضعف، لكن الحقيقة ده وعي إن الشهرة مش دايما حلوة، وإن أحيانا الصمت بيقول أكتر من 1000 تصريح. في النهاية الترند راح والناس نسيت، بس اللي بيبقى دايما هو سمعة الفنان وطريقته في التعامل مع الموجة. فقبل ما نشارك أو نصدق أي خبر خلينا نسأل نفسنا، احنا بنشارك وبننشر الحقيقة ولا بنشارك في وجع؟ كان معكم صوت خلف الشاشة اللي بيشوف الحقيقة من الزاوية اللي محدش بيبص منها. استنونا في الحكاية الجاية، لأن دايما ورا الكاميرا في أسرار ما بتتقالش.